فزلوكة فشلت في كل الانترفيوهات وفقدت الأمل وما عرفتش تحصل على الوظيفة اللي بتحلم بيها. تعالوا نعلم فزلوكة ازاي تعمل CV بنظام ال ATS باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. خطوتين وبس هنقدر ننفذ CV قوي مطابق لنظام ال ATS. الخطوة الأولى هندخل على ChatGPT ونكتب البرومبت اللي أنا هسيبهولك في أول تعليق، وبعد كده هنطلب منه يطلع لنا CV بصيغة وورد. دي بقى الخطوة التانية والأهم، إن احنا هناخد CV اللي احنا طلعناه من ChatGPT وهنرفعه على موقع رايزي AI. ده موقع وحش في ال ATS، هيعرف لنا ازاي CV بتاعنا مطابق لنظام ال ATS وايه التعديلات اللي نقدر نضيفها والكلمات المفتاحية اللي لازم تبقى موجودة في CV بتاعنا ومدى مطابقته لل ATS. وبكده فزلوكة قدرت تحقق حلمها علشان تاخد وظيفة أحلامها، وعملت أقوى CV بكل سهولة. وانتظروني في حلقات جاية من مغامرات الأنسة فزلوكة. فزلوكة فشلت في كل الانترفيوهات وفقدت الأمل وما عرفتش تحصل على الوظيفة اللي بتحلم بيها. تعالوا نعلم فزلوكة ازاي تعمل CV بنظام ال ATS باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. خطوتين وبس هنقدر ننفذ CV قوي مطابق لنظام ال ATS. الخطوة الأولى هندخل على ChatGPT ونكتب البرومبت اللي أنا هسيبهولك في أول تعليق، وبعد كده هنطلب منه يطلع لنا CV بصيغة وورد. دي بقى الخطوة التانية والأهم، إن احنا هناخد CV اللي احنا طلعناه من ChatGPT وهنرفعه على موقع رايزي AI. ده موقع وحش في ال ATS، هيعرف لنا ازاي CV بتاعنا مطابق لنظام ال ATS وايه التعديلات اللي نقدر نضيفها والكلمات المفتاحية اللي لازم تبقى موجودة في CV بتاعنا ومدى مطابقته لل ATS. وبكده فزلوكة قدرت تحقق حلمها علشان تاخد وظيفة أحلامها، وعملت أقوى CV بكل سهولة. وانتظروني في حلقات جاية من مغامرات الأنسة فزلوكة.